واش فراسك كل واحد فينا كيعيش في النهار 24 ساعة، ولكن شنو كيدير كل واحد فينا في هاد 24 ساعة هو اللي كيخلق الفرق بين كل واحد فينا. شنو كيدير الفاشل والناجح في 24 ساعة هو اللي كيخلق الفرق بيناتهم. شنو كيدير المجتهد والكسول في 24 ساعة هو اللي كيخلق الفرق بيناتهم. اذا كنتي كتنعس حتى العشرة او ل11 ديال الصباح وكتمشي تسول علاش نهارك كيدوز دغيا وكتجبر راسك ما استفدتي من والو، فراه الجواب باين. في الوقت اللي كنتي انت فيه ناعس راه كاين واحد ناض من فراشو مع 5 ديال الصباح، صلى وفطر ودار الرياضه مع 7 ديال الصباح، بدا كيخدم حتى الوحده، لقى راسو سالا داكشي اللي كان مخطط له وانت عاد فايق، وهو فرحان حيت باقي له اكثر من 10 ديال السوايع يدير فيها اللي بغى، وانت باقي كتقلب على الفطور اللي خلاوها لك موالين الدار. اذا حسيتي بالهضره موجهه ليك فحباس صاحبي، حباس من تضييع الوقت، فراه كتقتل غير في راسك. وقتك هو حياتك. باش نزيد نفهمها لك كتر، تخيل معايا باللي انت غادي تعيش 70 عام وكتنعس دابا 8 ديال السوايع، يعني انك كتنعس ما يقارب 23 عام من حياتك. 23 عام من حياتك كامله دوزتيها نعاس، 23 عام اللي قدرتي تبني بها ثروه دوزتيها نعاس. انا ما كنقولكش ما تنعسش اولا النعاس ماشي مهم، بالعكس راه النعاس ضروره في الحياه، ولكن انا ضد كاع الاطباء ولا الاشخاص اللي كيصوروا لك باللي النعاس ديال 8 ديال السوايع مفيد للصحه، وهو براسو اللي عطاك هاد النصيحه تلقاه كاين كيسهر حتى ل4 ديال الصباح وهو كيحفظ باش يرجع طبيب ويعطيك هاد النصيحه. ولكن اذا شفنا من واحد الناحيه اخرى، اذا كنتي كتنعس بكري وكتفيق بكري مع 5 ديال الصباح غادي تكون كتعيش في العام 13 شهر، يعني الى العام كامل وانت كتفيق مع 5 ديال الصباح وكتنعس غير 5 ديال السوايع اولا 6، غادي تكون كتزيد شهر في الحياه ديالك كل عام، وهيدا غتكون ناجح اكثر. هاد الهضره ما بغيتش تحفزك دابا وغدا تعاود نفس الخطا. المهم النعاس هو غير عامل واحد من العوامل ديال تضييع الوقت. واذا كنتي من الناس اللي كيضيعوا وقتهم في حوايج اكثر من الناس بحال فري فاير اولا بابجي وتسركيل، فاعرف صاحبي خصك ما امكن تلقى حل وتخرج من داك العالم الوهمي في اقرب وقت ممكن. في اللحظه اللي كتزاد فيها راك كتبدا تموت فيها، حيتاش انت في الاصل مجرد وقت، انت مجرد ثواني ودقائق وساعات وايام. كل ساعه كتدوز من حياتك فراه نقصت لك من عمرك اللي كتبولك الله عز وجل، والخايبه هي تدوز لك داك الساعه في شي حاجه ما غتعاود عليك لا بالخير في الدنيا ولا في الاخره. بغيتك ترجع كتحسب وقتك في حاله في حال الفلوس، عطي لوقتك واحد المبلغ مالي، مثلا ساعه من وقتك كتساوي 70 درهم، وهيدا غترجع كتواجه كل حاجه بالفلوس. اذا جا عندك صاحبك وقال لك يلا نضربوا شي تسركيله غا شي سويعه ونرجعوا، فهم انت بهذا المفهوم صاحبي راه لي واحد 70 درهم الله يرحم باباك، هيدا غترجع تتعامل مع كل دقيقه على انها فلوس. وانا عارفك العفريت اولا العفريته كتحماقوا غير على الفلوس بحالي. كان معاكم في هذا الفيديو محمد سعيد، السلام عليكم.